ومعنا من العاصمة الجزائرية مصطفى مازا لاعب المنتخب الجزائري سابقا ونجم فريق العريق مولودية الجزائر. كابتن مصطفى أهلا وسهلا بك. لو نتحدث بداية عن المستوى الفني لبطولة الشان في الجزائر ونحن نقترب من معرفة كل المتأهلين إلى ربع النهائي. مصطفى أهلا بك أخ مجيد وكل متتبعي قناة الجزيرة. أعتقد لو نعمل حصيلة صغيرة على هذه البداية أو في الدور الأول للمنتخب أو لكل الدورة ككل، أعتقد أن الدورة عرفت النجاح قبل بدايتها، لأنه كان عليها تشويش كبير من قبل بعض الأطراف لضرب نجاح هذه الدورة، كما كان ضرب نجاح قطر في احتضان كأس العالم ونجحت ورفعت السقف أعلى من كل النسخ الماضية. لهذا أعتقد أنه نجاح دورة الجزائر لحد الآن ناجحة بصفة مئوية كبيرة. لهذا أعتقد أنه لو نتكلم من الناحية الفنية، الدورة عرفت تسجيل عدة أهداف. في هذا الدور عرفت تسجيل 36 هدف 38 هدف مقارنة بالنسخ الماضية، ونحن إلا في بداية الدور الأول. أعتقد أنه المنتخبات المشاركة لحد الآن منتخبات راضية كل الرضا على مستوى الدورة، أولا على التنظيم لحد الآن، وكذلك على الملاعب والبنية التحتية للجزائر اللي عرفت لحد الآن نقدر نقول أنه نجاح باهت في تنظيم هذا الشأن. نعم مصطفى، تتحدث عن الجانب الفني وتقول بأنه مستوى مقبول حتى الآن. ماذا عن الحضور الجماهيري؟ البعض يقول بأن الحضور في ملاعب نيلسون مانديلا، عنابة، قسنطينة وميلود هدفي بوهران كان حضور مميز وساهم بالظهور بشكل جيد حتى الآن لهذه البطولة، وبرغم أن هناك منتخبات قوية لم تشارك في البطولة. نظن أنه لو نقارن المشاركة للمنتخبات، أعتقد أنه المنتخبات المشاركة لحد الآن منتخبات أعتبرها أنا قوية، خاصة وأن المنتخب السنغالي، المنتخب كذلك الأوغندي بالرغم من إقصائه في المباراة الأخيرة، كذلك منتخبات قوية مثل المنتخب الليبي الشقيق اللي أقصي من دور الأول بالرغم من مشاركته بالمنتخب الأول بالمدرب كذلك بالناخب الأول، كذلك عدة منتخبات قوية مقارنة بالدورة الماضية. المشاركة عرفت 5 مجموعات أخ مجيد، وهذا ما هوش شيء بالشيء الهين. أعتقد أنه لو نتكلم على الحضور الجماهيري بالرغم من قسوة الطقس هنا في العاصمة أو في كل ربوع الوطن، وين تعرف برودة وثلوج في كل المناطق، أعتقد أنه بالرغم من كل هذا الجماهير متوافدة بشكل كبير على كل المباريات، حتى المباريات الغير معنية بمجموعة الجزائر. هناك جماهير صحيح. كبيرة في عنابة، في وهران، في كذلك قسنطينة، وخاصة في ملعب نيلسون مانديلا اللي عرف كل المباريات التي خاضها المنتخب الجزائري ب40,000 متفرج اللي كان حاضر في كل المباريات، وهذا ربما واعتقد انه رقم قياسي نظرا للحضور الكبير لكل الجماهير، خاصه كذلك من جانب الاعلامي اللي حاضر بقوه في هذا النسخه. شكرا جزيلا لك مصطفى مازا، كنت معنا من الجزائر وانت اللاعب السابق للمولوديه والمنتخب الجزائري. نشرتنا متواصله، نعود ونلقاكم بعد فاصل قصير بمشيئه الله.